ايه يا شباب؟ باشمهندسة آلاء، باشمهندسة آلاء، آلاء. علاء. سوري عشان قريتها بالانجلش. ازيك يا علاء؟ ازيك يا باشمهندس؟ اتفضل عندك انترفيو. لو اتأخرت جوه أكتر من نص ساعة كلمي البوليس. وده رقم ماما، قولي لها علاء كان بيحبك أوي. اشتغلت فين يا علاء قبل كده؟ أنا علاء اللي شغال هنا. كنت بتشتغل هنا، دلوقتي انت هتبتدي من الأول بكل الخطوات عادي. أنا معرفكش. طب ما أنا عديت الانترفيو. لا ده الاي كيو. ممكن نكمل؟ اتفضلي طبعا. اشتغلت فين قبل كده؟ ما أنت عارفة. بقول لك أنا معرفكش. أوكي، أنا ما اشتغلتش في حتة، أنا اشتغلت هنا بس. ايه هي نقطة قوتك؟ التزامي. التزامي؟ اه. هنكدب؟ أنت تعرفيني؟ لا معرفكش. أمال إيه؟ وايه هي نقطة ضعفك؟ إخلاصي في الشغل بيخليني أجي على نفسي وعلى حياتي الشخصية وعلى أسرتي وبيتي ومراتي. إيه متجوز؟ بحبها جدا. يا راجل. ما أنت ما تعرفينيش بقى. لو خيروك بين الفلوس والعمل الأسرة. أختار الأسرة. ده برنامج ليك يا سيدتي ده. لا. لو ما كنتش حيوان وكنت إنسان، كنت تحب تبقى إنسان نوعه إيه؟ لا، حضرتك سألت السؤال غلط. هو لو حابب تبقى حيوان. لا أنا سألة السؤال صح. موهوب محترم. محترم؟ طب يا أستاذ علاء يا محترم، إحنا نعتبر كده خلصنا، ولو في نصيب هنكلمك إن شاء الله. يا جماعة أنتم مصدقين نفسكم بجد في القصة اللي أنتم عاملينها دي يعني؟ ايه ده؟ سوري يا استاذه لبنى، انا ما اعرفش ان انت معاكي حد. حد؟ لا ده شاب بعمل له انترفيو. شاب؟ طب وايه الاخبار؟ في بقى ناس كويسه ولا كلهم زي زفت الطين اللي غار في داهيه ده؟ والله يا باشمهندس بحاول ما الاقيش ناس زيه. يا ريت والنبي. طيب انا هستناكي في مكتبي. إيه في حاجة يا باشمهندس؟ كنت عايزك في حاجه بس بعدين بقى لما نبقى لوحدنا. إيه بعدين؟ خلاص يا أستاذ اتفضل امشي، خلاص خلصنا.